أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم يا أمارات ان شاء الله. ربنا كده يشفي أولادنا وأولادكم، اللهم آمين جميعا بإذن الله. حطوا لي بقى اللايك كده فضلا منكم وليس أمرا. حطوا اللايك على الفيديو قبل ما تتفرجوا كده، علشان انتوا بتنسولي في اللايكات، وكمان مقصرين معايا كمان في التفاعل الأيام دي. اللهم صل على الحبيب المصطفى. النهارده كده عايزه اقول لكم يوم كده بسيط وجميل، ويعني عملت فيه تجربه كده لاول مره في حياتي اعملها. ولكن يعني بصراحه يعني انبسطت منها جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. ويعني لك ان تتخيلوا بقى بالفخر اللي انا كنت فيه يعني لما خلصتها. طبعا شفتوا في مقتطفات الفيديو في الاول، يعني مقتطفات كده من الفيديو بتنوه لكم طبعا. اللهم صل على الحبيب المصطفى. يعني هو حاجة مش محبة، يعني مش مستحبة للفيديو، عشان في ناس ساعات بتشوف المقتطفات ومتكملش الفيديو. بس سبحان الله، هي عادة بقى، انا بحب كده، انا بحب ايه يعني اعمل كده في فيديو. عايزة اقول لكم ان يعني بتبقى شغلة مزاج على فكرة، اقسم بالله مش مسألة بقى كشغل رسم وكده، لا هي بتبقى برضو هواية كده، فاهميني؟ فانا من ضمن الحاجات اللي بحبها في اول الفيديو، في اي فيديو مش فيديو بتاعنا بس، حتى لما بتفرج لاي حد فيديو بحب المقتطفات الصغنونة دي. اللهم صل على حبيب المصطفى. بصوا بقى يا حبايبي، اول فيديو ما بدأ معانا كده، طبعا ده تكملة فيديو فات. الفيديو اللي هو اللي فات دوت، ده تكملة كده له. طبعا انتوا عارفين انا كنت من الجمعة اللي فاتت تلاقي اللي قبلها انا جايبة طبعا كرنب. فدوت بقى بصوا ان انا يعني فرست كده بقى الكرنب خلاص، الحمد لله. دول ال3 كرنبات جم طبقين، بس طبقين كبار مش صغيرين، تمام. ودي كمان كان شوية الطماطم اللي انا عملتهم تغذيعة، يعني ده كده متعان الكيس دي متعانة تغذيعة كده للمحشي، مش مجرد صلصة بس عادية، لا تغذيعة المحشي مشطشطة بقى ومتظبطة على، يعني بصوا اللي هو ايه، يا دوبك اقلب ده على ده على ده وخلاص على كده. بالنسبة للناس اللي بتقعد تقول لي يا هاجر التفريزات واحنا بنتعب وبنبقى مهروقين منها ومرهقين منها يعني وكده، فبتتعبكوا قوي. بصوا يا جماعة، انا والله بفرط كل اللي تتخيلوه، والحمد لله بفضل ربنا، يعني بفضل الله الحمد لله يا رب. في بيتي يعني في الفريزر خير الدنيا الحمد لله، سواء في الفريزر ده او في فريزر التلاجة، فالحمد لله مليان خير. اللهم صل على النبي. يعني ده كله بفضل ايه؟ بفضل ان انا كل اسبوع بحاول اعمل لي حاجة. زي ما انتوا عارفين انا مش بقاوم على نفسي كله في يوم واحد، لان بجد ما فيش حد فينا هيقدر في يوم واحد، خصوصا لو انت ام وعندك اطفال بقى ملزومين منك، فالموضوع بيبقى كبير قوي.
فانا كل اسبوع مثلا اسبوع اجيب مثلا مره بسله، مش مشكله لما اخزن البسله دي على 3 مرات عادي جدا. انا مش عايزه اتعب نفسي، يعني كل اللي قدامي اللي متاح لي اعمله. اولا زي ما قلت لكم لا هتحسي بمجهود ولا بالفلوس نفسها، لان طبعا لما تجيبي الحاجات دي كلها مرة واحدة هتبقى بالنسبة لك بمبلغ كبير. فانت يعني بذلتي مجهود، صرفتي مبلغ كبير مرة واحدة حسيتي بيه، فمش هتحسي بقيمة الحاجة يعني، فاهميني؟ او مش هتحسي ان انت وفرت كتير. إيه كل اللي هتحسيه ساعتها تقولي انا تعبت عشان بس ارتاح شوية فيما بعد. انما لا، انت لما كل اسبوع مثلا تروحي السوق، حتى لو انت مش بتروحي السوق، لا عودي نفسك يكون في سوق عندكم فتنزليه وتجيبي منه كده شوية حاجات. الحاجة بتبقى فيه الخضرة ارخص عن مثلا لو في مثلا تحت بيتكم كده ناس بتبيع خضروية ومش عارف ايه، لا بيبقى في السوق الحاجة ارخص، فانت اولى كل جنيه توفريه عيالك وبيتك اولى بيه. فكل اسبوع كده تشخصي لنفسك مثلا انا هتسوق بس، ولكن وجنب التسوية دي في حاجة انا هجيبها هعينها من بقى خضار الموسم. واحلى يعني تفريزات هي تفريزات الشتاء، لان بيبقى طالع كل الخضروات الجميلة في الشتاء ان انت تفرزي فيها وكده. فبجد يعني انا بفضل الحمد لله انا كل اسبوع، فضل ربنا الاول ثم فضل مثلا ان انا كل اسبوع ان انا اخزن حاجة. مرة زي ما انتم شايفين اسبوع خزنت بسلة، اسبوع سبانخ، اسبوع ابتدوت خبيزة، اسبوع بقلقاس. يعني فاهمين اللي هو كل اسبوع بعمل حاجة، فاهمين؟ فبالتالي عادي بيطلع كده من ضمن شغل اليوم وبتعدي وما بحسش برضو بفلوسها، والحمد لله كده الانفليزر عندي مليان من خيرات ربنا الحمد لله. فحاولي كل اسبوع، ده اسلوب حياة على فكرة، يعني مش شرط عشان خاطر مثلا الشهر الفضيل وكده، لا يعني اسلوب حياة بقى. الناس دلوقتي يعني عايزة تسهل على نفسها، اي حد عايز يسهل على نفسه اي حاجة في الحياة اليوم يعني الحمد لله. يعني كل ايام ربنا بركه وكل حاجة، بس بجد اليوم بقى يعني اللي هو تغمضي عينك تفتحي عينك تلاقي اليوم في ثانية خلص. ف اليوم مش مساعد، فمش محتاج ان انت بقى تقعدي تحملي وتحضري، فاهمني؟ لا تبقى حاجتك عندك في الفريزر جاهزة. قررتي تعملي اكلك كذا تعملي كذا، يبقى في وقت مثلا انك تصلي، في وقت انك ترتاحي شوية، في وقت انك تقعدي مع عيالك، الامور دي فاهمني؟ فموضوع التفريزات دي حاجة مهمة جدا والله يا جماعة. تمام. اللهم صل على حبيب المصطفى. طبعا زي ما انتم شايفين فرست كده طبقين كرنب محترمين. طبعا انا عندي كرنب في التلاجة كتير، عندي حوالي بتاع 5 أو 6 أطباق غير الطبقين دول. فطبعا كده مش هفرز كرنب تاني الا لما اخلص ان شاء الله، ما يعني قربوا يخلصوا باذن الله. تمام. عندي كمان بسلة كتير، وعندي الحمد لله قلقاس. ممكن اجيب قلقاس تاني، ممكن يعني على حسب، ممكن اجيب ان شاء الله جايبة تاني، اجيب 5 كمان واعملهم اللهم صل على النبي، لاني طعمه حلو جدا جدا والعيال حبوه. اللهم صل على حبيب المصطفى. بقى بصوا، طبعا بعد ما خلصت اليوم دوت انتوا عارفين كده في اخر اليوم انا بحب اعمل بصراحة حاجة كده تكون حلوة ومسكرة للعيال لينا، يعني بنبقى محتاجين. انتوا عارفين الشتاء بيحب الاكل ويحب الحاجات دي عامة يعني. فقلت يا بنتي يا هاجر يا قروبة يا قرشانة، دوري كده على وصفة بلح الشام الاقتصادية واعمليها. طبعا ده لا اختراع مني ولا حاجة، طبعا دي وصفة واخداها من كذا، يعني بصوا اتفرجت على كذا فيديو طبعا، لان انا كنت بالنسبة لي حاسة الموضوع صعب. او مش اللي هو صعب يعني، عارفين هو انتوا متاخدين كده من فكرة اللي هي مثلا ليها خطوة كذا خطوة وبتاع. وكمان بقى انا بيبقى عندي فوبيا ان انا اعمل حاجة وما تطلعش بشكلها الاصلي، فاهمني؟ فلازم انا اطلع الحاجة تكون بشكلها الاصلي يعني، فاهمني؟ عشان اكون مقتنعة كده من جوايا. فالمهم الحمد لله يعني بعد كذا تجربة بقى كذا فيديو بتاع فايه قلت خلاص اجرب واتوكل على الله. فالحمد لله الحمد لله عملته وطلع زي الفل، اللي هو بلح الشام اللي بيتباع بره. مبدئيا كده المقادير طبعا انتوا كنتوا شايفينها، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 كوبايات مية، يجي 5 معالق زيت. تمام، يعني بمقدار كده نقول ايه ربع كوباية زيت. 5 كوبايات مية عليهم عليهم قصدي ربع كوباية زيت، عليهم 2.5 كوبايات من الدقيق، ونص كوباية من النشا. ما بحطش بيكنج باودر الحاجه، ما بحطش الا معلقه فانيليا زي ما انتم شايفين. مقاديره سهله وبسيطه، ويعني ما فيش اسهل من كده. وكمان بتحطي معاهم قد مثلا 3 معالق كده من السكر. تمام.
بس كده. العجينة بقى عشان بس ايه اللي هيجرب العجينة، لان طبعا كتجربة اول مرة وكده ومفيش خبرة ليها، فممكن تتخضي زي حياتي كده زي ما انا اتخضيت. عايزة اقولكم العجينة لازقة جدا في الايد، بتلزق على سطح العمل يعني على الرخام. فهي عجينة من النوع اللي هي بتلزق. فايه اللي انا عملته زي ما انتم شايفين، حطيت حبة زيت كده في على الرخامة وشوية زيت في ايدي، بحيث ان انا الم بس العجينة بايدي المها. انا طبعا بردتها في العجان يعني زي ما انتم شايفين. المية بص عشان نمشي بس خطوة خطوة، عشان انا عارفة انا بتوه منكم بحاجات كتير، في ناس بتزعل وحقكم صراحة تزعل. بص يا حبايبي، اول حاجة طبعا انا حطيت 3 كوبايات مية، 3 معالق سكر، ربع كوباية الزيت، رشة الفانيليا، دول كلهم كده حطيتهم مع بعض في حلة ورفعتهم على النار. يا دوبك كده الحلة قلبت غليت يعني، ورحت نازله عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق على نص كوبايه من النشا. تمام، يا دوبك قلبتهم زي ما بعض كده، الدقيق اختفى. والمفروض الخطوه دي لو انت ما عندكيش عجان، في الخطوه دي طبعا بعد ما تقلبيهم العجين كده يختفي وتحسي ان هي امتزج كده مع الميه، بتسيبيهم كده قد مثلا يعني 10 دقايق 15 دقيقة يبرد، مش يعني يعني تبقى العجينة تستحمل، ايدك تستحمل ان انت تمسكي العجينة، مش تسيبها تبرد خالص. تمام. فالمهم انا بقى عشان طبعا مستعجلة وكده، وانتوا عارفين دايما افكار العبقرية بتيجي اخر الليل، فكنت عايزة بصراحة انجز، فرحت حطاهم كده في العجينة، قلت ايه بردهم يعني. المهم حبايب قلبي، بعد كده بقى بتروحي ايه ماسكه بقى شويه زيت كده في ايديك الحلوين وعلى الرخامه او على الصينيه اللي هتعجني عليها، وتروحي ايه لما العجينه كده زي ما انت شايف. المهم الحمد لله لميت العجينه بقى، جبت بقى ايه البلبله اللي هي بتاعه البلح الشام، فدي طبعا كان مقاس 9، ده اللي كانت متوفر عندي. كان نفسي طبعا اجيب اللي هي في بلبله طبعا بتبقى مدببه عندي، دي السنون بتاعتها شايفين اللي هي ورا بعض ورا بعض كده. فاللهم صل على النبي، هي الحمد لله حلوه وجميله ومشيت برضو ما قالتش لا، بس في تيب تاني بتاع بلح الشام بيبقى احلى من كده. المهم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين انا دهنت كده الزيت الكيس الحلواني، حطيت فيه شويه زيت. طب ليه هاجر؟ علشان العجينه زي ما قلت لكم طريه، ما تقفش في الكيس وما هدرش عجينه في قلب الكيس، لان طبعا كمان دهنه الزيت في الكيس دي بقى هتديني سهوله ان العجينه تنزل، فاهمين اللي هو ايه، تبقى سهله في النزول وكده، لان طبعا انت بتعوزي تضغطي جامد. فزي ما انتم شايفين طبعا بعد ما العجينه جهزت زي ما انتم شايفين قدامكم، طبعا شايفين حاجه خطوه بخطوه، العجينه جهزت كده قدامكم. فخلاص بقى حطيتها في الكيس، جبت بقى طبق كده واسع كيوت كده زي بتاع طقم الملمين ده، ودهنته كده دهنة زيت، وبقيت اقطع كده الاول. ما بصراحة ما رجحتش ان انا اشتغل على الطاسة على طول، قلت علشان ابقى ضامنة كده ايه ان انا يعني انزل كمية محترمة في الطاسة يعني، فاهمني؟ لان هتكل ان انا هنزل على الطاسة على طول ممكن اتأخر حاجة تستوي عن حاجة، إيه الكلام ده كله. من ضمن برضو اللي راعبني في الوصفة ديت، عايزة اقولكم اغلب الناس اللي عملوا الوصفة بلح الشام الاقتصادية اللي من غير بيض، قالوا لكم بتفرقع وتطرقع وتتفنجر وتطلع وتطير في السقف وحاجات كده يعني ايه كتير. طبعا الحمد لله انا مش بشكك في كلامهم ولا حاجة، وممكن يكون فعلا عندهم حق. ليه؟ لانهم قالوا من تالت مقلب او التالت طاسة يعني، مثلا قالت مرة واتنين والتالتة بقى ابتدت تعمل كده، فانا كل الحوار عندي هم جم طاستين 2، فاهمني؟ ما الحمد لله الحمد لله ربنا علم بيا، ما حصلش اي حاجة من الحاجات دي. طبعا هنا زي ما انتم شايفين اول ما حطيت الزيت حطيتها على النار اهو، وابتديت انزل بقى كده بوحدات بلح الشام. طبعا بمسكهم، مش بمسكهم من البصمة بتاعهم من الشكل بتاعهم، لا بمسكهم من الناحية اللي انا قصها بالمقص، فاهمني؟ عشان خاطر ما تفقدش الشكل بتاعها يعني، او ايدي ما تبصمش على شكلها فتضيعه. انا عايزة على قد ما اقدر عايزة احتفظ بقى بشكلها كده، فاهمني؟ لكم ان تتخيلوا متعة بقى وانا بقلي كده، يعني وشكلهم كده بينفشوا في قلب الطاسة، حاجة كده مريحة للقلب يعني. طبعا الناس هتقولي لا ما هو اللي يوجع القلب بقى يا هوجر واخدين بالكم، اللي يوجع القلب بقى الزيت غالي وكمية زيت كتير. اقول لك يا اختي طبعا انت عارفين ان احنا بنقتصد، فالزيت ده يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم قسما بالله رجع في الازازه تاني، الحمد لله بالقمع رجع في الازازه تاني، واستعملته في الاكل عادي جدا ولا اي حاجه خالص يعني الحمد لله. اللهم صل على الحبيب المصطفى.
هتقولي هاجر الفانيليا، اقول لكم ممكن ما تحطيش فانيليا في العجينه نفسها، وحطي الفانيليا في الشربات. تمام، يعني اكتفي بالفانيليا في الشربات وما تحطيش في العجينه. بس انا عايزه اقول لكم ان انا الزيت ده الحمد لله استعملته في قليه بطاطس وقليه طعميه ويعني وعايزه اقول لكم وطبخت منه يوم الجمعه، عملت منه حاجات كتير يعني، والله يرحمه. اتكل على الله. من ضمن الحاجات يا جماعه اللي انا عايزه اقولها لكم، سبحان الله في عز الغلا اللي احنا فيه وان الزيت غالي قوي، سبحان الله تحسوا ان انتوا بتستهلكوا زيت كتير. الناس اللي تقول لي هاجر انتي بتستهلكي زيت كتير، والله يا جماعه هو غصب، يعني انا على قد ما بقدر نفسي ان انا ما استعملش زيت كتير في اكلي، بس والله غصب عني. المهم علينا ما نخرجش عن سياق الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده نزلت الوحدات كده، وطبعا لازما بعد ما وحدات البلح الشام تقب كده على وش الزيت وخلاص كده كل واحده خدت شكلها وجمدت كده، تروحي ماسكاها طبعا تفضلي تقلبي كده باستمرار. ليه؟ علشان يبقى وحدوا اللون وكلهم يبقوا واخدين لون واحد. طبعا انا سامعين صوت بقى تك 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 تك. بص انا عايزه هنا اقول لكم الصوت ده خطف قلبي، اقسم بالله جميل جدا. وهنا يعني بسم الله ما شاء الله شكله جميل قوي قوي. طبعا اول ما بطلع من الطاسه بحطه في الشربات على طول، بسيبه بس مقدر يعني زي 5 دقايق في قلب الشربات، وبعد كده بطلعه زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله طلع كده وحدات كيوت كده، واخده شكلها الطبيعي، شاربين يعني شاربه الشربات حلو يعني، واخده حقها يعني بسم الله ما شاء الله. اللون لحد ما عجبني وموحد، يعني ما طلعش مني واحده واحده، لا اللون كله واخد لون واحد. كمان بقى مقرمش قرمشته جميله، يعني حاجه كده بجد حلوه. اعمليها. انا سميت وصفه بلح الشام ده السهل الممتنع. عايزه اقول لكم الكيلو بره يعمل دلوقتي حوالي 60 جنيه 65 جنيه. طب وعلى ايه يا اختي؟ ده هما 2.5 كوباية دقيق يا جماعه وهنعملهم ويبقى زي الفل، اقسم بالله. جاسفي وجربي، مش مهم الشكل بالنسبه لك، انا طبعا لازم اهتم بالشكل لان انا بصور، فلازم اهتم جدا جدا بالمظهر الخارجي. فانت طبعا لو ما عندكيش ممكن تشكلي باي حاجه تعمليها على اساس كور زلابيه كده كور وتمشي معاكي عادي. المهم يعني ما توقفيش نفسك عشان يعني مثلا ما عندكيش الاداه دي، لا اسعدي نفسك واسعدي عيالك وفرحوهم كده، وخدي التجربه واكتسبي تجارب وخبره وجربي وتوكلي على الله وجمدي قلبك كده. احنا عايشين في الحياه بنتعلم، يموت المعلم وهو بيتعلم. واللي جربها بقى حبايب قلبي بالله عليكم تكتبوا لي في التعليقات جربتوها ونفعت معاكم وطلعت حلوه ولا لا. بس خلوا بالكم من حكايه ان يفرقع في الزيت دي، يعني اعملوا حسابكم على حاجه زي كده ممكن. بس كده حبايبي، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.